السلام عليكم. تحية ديال الاحترام لكافة الناس الطيبين. أهلا وسهلا بكم ومرحبا في قناة القوطري جواد. بالمناسبة ديال كأس العالم والقنوات المجانية ومشاهدة كأس العالم بالكامل، يعني بعضهم تيكتبوا تيقول لك كأس العالم على قمر النيلسات بالمجان. هادشي راه ما منوش على الكذوب وعلى الزبوط. سوف نتحدث على ربط جوج ديال التواصل بالسويتشة. السويتشة ها هي موجودة. جوج ديال الأقمار، القمر ديال النيلسات والقمر ديال أسترا اللي عليه جوج قنوات اللي غينقلوا كأس العالم بابور GDF 11953 على 27500، وقناة داس إيريس 11836. جوج قنوات هما اللي غينقلوا كأس العالم بالمجان. الحديث على تثبيت المسطرة على الصحن قيل فيه شيء الكثير والكثير. الناس اللي كتبوا في لي كومونتير قالوا لواحد مول القناة اللي سميتو سعيد التقنية، قالوا ليه ما يمكنش النيلسات كان هكا ويولي هكا، قالوا ليه ما يمكنش القمر ديال الأسترا كان هكا يولي هكا. يعني في غياب تصوير محتوى جيد وتقديم كامل المعلومات، الخطأ هو ديال هاد الناس اللي كيديروا فيديوهات ديال المسطرة ولكن ما تقدموش كامل المعلومات. هذا هو اللي خلى تساؤلات وخلى الناس تتساءل بهذه الطريقة وبهذا الشكل. يعني سوف أقدم معلومات أولية خاصة حول تثبيت الأقمار في جهة الشرق والأقمار جهة الغرب على المسطرة. الأقمار التي تتوجه نحو الشرق أي أسترا والهوتبورغ والأوتيسات 16 وبدر 26 سهيل 25 أسترا 23 أسترا 28 أسترا 31 أوتيسات 33 والهيلاس 33 والتوقيت 42 والأوتيسات 36. هذه الأقمار التي تتواجد في الشرق لا يمكن تثبيتها على المسطرة في جهة الشرق. والأقمار التي تتوجه نحو الغرب النيلسات الهيسباسات والتيليستار 15 غرب والإكسبريس 14 والطور والباقة البريطانية على قمر الأنتلسات 27.5 درجة غرب لا يمكن تثبيتها في جهة الغرب. أقمار الشرق يمكن تفعيلها وتثبيتها تثبيتا صحيحا وغير ليس فيه خطأ، يجب تثبيتها في جهة الغرب. هذه الأقمار اللي هي في الشرق غادي تصوبها في جهة الغرب أي في جهة الصحن من هذه الجهة، يعني باش الراس يشوف هذه الجهة. والأقمار التي توجد مشروعا أي حقيقيا في جهة الغرب كما ذكرت النيلسات والهيسباسات وزيد يجب تثبيتها في جهة الشرق أي تشوف لهذه الجهة. هذه هي الوضعية الصحيحة حول تثبيت الأقمار حول المسطرة. كيف يمكن ربط السويتشة بالمسطرة؟ ماذا تعني كلمة مود ديسك 1.0 ومود ديسك 1/1 اللي كيف فعلوا السويتشة؟ طريقة تركيب السويتشة بالمسطرة مود ديسك 1/0 يعني في الأجهزة ديال HD APCD أي 4 ديال التواصل أو 4 لواقيت على المسطرة. هذا بخصوص مود ديسك 1/0. أما مود ديسك 1/1 اللي هو فيه من 1 حتى 16 1 2 3 4 5 6 7 و8 9 10 11 12 13 14 15 وهذه 16 ما كتبتهاش. يعني إلا بغيتي دير 8 ريوس تاع البارابول هنا ولا غدير 6 ولا دير 7 ولا 8 لابد من جوج ديال السويتشات السي محمد. يعني إلا بغيت دير جوج سويتشات المود غتخليه خاوي بالنسبة للديسك 1.0 سواء على الأجهزة القديمة البارابول القدام أو على الأجهزة HD الحديثة. هذا غتخليه خاوي وتجي هنا وتدير البي والسي والدي، يعني على مثلا لينبي 2/4 و3/4 و4/4. أما 1/4 اللي هو الأرض غادي تربطو مع واحد ديال مود ديسك 1/1 باش يوليو عندك هنا 4 ريوس تاع البارابول. غتربط الأ مع واحد بخيط صغير براكولات وتزيد ثاني تدخل الخيط هنا من السويتشة الثانية غيوليو 5 ريوس تاع البارابول، زيد وحده يوليو 6 زيد يوليو 7 8 ريوس. يعني هذا اللي كيربط جوج سويتشات، ربط المود ديسك 1.0 على مود ديسك 1/1. الأجهزة القديمة ومشاهدة كأس العالم بالمجان على قمر أسترا
غادي تدخل المعلومات الخاصة بالبارابول اللي هو قديم كيدير 400 ريال ولا كيدير 600 ولا كيدير 500، وتدخل اللي به هو ديزاكتيفي، غتاكتيفي باش يعطيك المود 1/4 و2/4 و3/4 و4/4. النلسات غتحطو على 1/4 وأسترا غتحط 4/4 مثلا. هذه هي السويتشة، وهذا هو المدخل 1/4 النلسات، وهذا هو المدخل الأخير 4/4. أنت ما غاديش دير هذه الخيوطة، ما عندك ما دير. هذا الوسطاني هو نفس الخيط، هذا هو اللي في الراس تاع البارابول اللي عندك في الدار ولا عندك لداخل في القهوة. غتطلع فوق السطح وغادي تحيد الخيط من الراس تاع البارابول، وغادي تجي ديرو هنايا في هذه البلاصة. هذه بلاصة الريسيفير، ها هي مكتوبة هنايا، هنا هذه هي البلاصة ديال الريسيفير اللي غدير فيها الخيط تاع البارابول اللي حيدتي من الراس تاع البارابول اللي فوق السطح، وديرو هنا باش يمشي عند الريسيفير يا أخي. وكل راس خيط، راس الخيط تاع البارابول ديال النلسات غدير فيه متر ديال الخيط، والطبسيل الاخر اللي هو ديال الأسترا غدير فيه متر ديال الخيط ولا متر ديال الخيط، وتربطهم بالسويتشة. وكما قلت ان الراس اللي كان عندك، الخيط اللي كان عندك في الراس تاع البارابول غتحيدو من الراس تاع البارابول وغادي ديروه في بلاصه هنا، تدخلو هنا وتمشي للدار غتصيبو يتربط مع الجهاز ديال اش دي. معلومه اخرى وهذه هي السويتشة كما كتقولوا، لا يجب ربطها بهذه الطريقه باش ما يدخل ليها الشتاء والماء وتخسر. يجب تثبيتها بهذه الطريقه بالسكوش ديال لومبالاج باش يهود على الماء ديال الشتاء وما يدخل ليهاش الماء ديال الشتاء. هكا لا، غير مقبول، وهذا خطأ فادح. يجب قلب السويتشة وربطها بلومبالاج للحفاظ على استمرارية وعمل السويتشة. بعد ما تحدثنا على نظام الدايسك 1.0 ونظام الدايسك 1/1 وتفعيل هذه المعطيات الدقيقة، الأجهزة القديمة لا زالت صالحة، وبإمكانكم مشاهدة كأس العالم بالمجان على ماكينة كدير 20 درهم على قناة ZDF الاس دي اي العادية، الاس دي وهي العادية، على قمر أسترا 19 درجة شرق، وتفاعلوا في الإنبير 4/4 كما تحدثت. هي 4/4 في التفصيل الاخر ديال أسترا. الناس اللي عندهم جوج تواصل غادي دير 4/4 في التفصيل ديال أسترا، والتفصيل اللي كنتي كتفرج فيه في النيلسات في الدار ديالك غدير 1/4. وهذا الخيط اللي كان في الراس تاع البارابول تحيدو ديرو هنا باش يمشي للراس تاع يمشي للريسيفير. اما اللي عنده مسطره وبغا يدير عليها 4 رؤوس على ماكينه قديمه، فالنيلسات 1/4 والهوتبورغ 2/4 والطور 3/4 وأسترا 4/4 لمشاهدة كأس العالم في قناة ZDF. هذه هي المعطيات الخاصة والمعلومات البسيطة والسهلة التي عملت على تقديمها، وقدمت شروحات خاصة حول استخدام السويتشة حول جوج ديال الطباس ديال البارابول لمشاهدة كأس العالم على الأجهزة القديمة أو على الأجهزة ديال HD، وطريقة ربط المسطرة بعدد كبير من الرؤوس تاع البارابول، وتثبيت الأقمار الشرقية والغربية وطريقة تثبيتهم. أتمنى أن أكون عملت على تقديم محتوى متواضع ومحتوى جيد في خدمة الناس وليس في خدمة قناتي. السلام عليكم.